بتبدأ قصتنا مع واحدة بتقول إن في كتير من القصص اللي بتتكلم عن الشهامة وإن في أمير بيحاول ينقذ الأميرة من إيد الوحش، لكن في القصة دي العكس تماما. بعدها على طول بننتقل لملك واخد جنوده رايح للجبل الكبير عشان يقتل التنين. المشكلة إنه كان واخد عدد من الجنود قليل خالص على إنه رايح يقتل تنين. المهم بعد ما الملك بيدخل الكهف الكبير اللي بيكون فيه التنين، وأول ما بيوصلوا عند النعش بنسمع صوت وكأن في بيض بيفقس، وبعدها بلحظات بيدخل التنين وبيبدأ يقضي على كل الجنود لحد ما بيخلص عليهم كلهم ما عدا الملك، اللي أول ما بيتأكد إنه كده ميت وكده ميت بيرمي السيف بتاعه وبيتصالح مع نفسه إنه هيموت خلاص، والمشهد بيخلص على كده. بيروح لواحدة اسمها إيلودي بتكون بتكسر شوية حطب عشان يستخدموه، وبعد شوية بنتعرف على أختها فلوريا وبتكون هي اللي بتجيب الخشب لأختها. المهم بعد ما بيخلصوا شغلهم بيرجعوا للقلعة وبنعرف إن إيلودي هي الأميرة بتاعتهم، وبعد ما بتسلم الحطب بتروح لأبوها، وأول ما بتدخل يلاقوا واحدة غريبة بتقول لأبوها إن البنت دي تأدي الغرض وبتديله جواب وبتمشي، والجواب ده بيكون عرض للزواج من بنته إيلودي، ولكن إيلودي بتكون مش عاجبها الكلام ده. أبوها بيحاول يفهمها إنها لازم تعرف إن شعبها كله هيموت من الجوع وجوازها من الأمير ده هيخليهم يعدوا الأزمة اللي في بلادهم، وهي بعد ما بتسمع الكلام ده بتقتنع عشان شعبها. وبالفعل أبوها بياخد مراته وبنته التانية عشان يتعرفوا على الأمير وعيلته، وفي نفس الوقت ده بتكون إيلودي مرتبكة شوية، وساعتها أختها بتيجي تتكلم معاها شوية عشان تهديها لحد ما مرات أبوها بتيجي وتقطع كلامهم. بتقول لها لازم لما تقابلي الأمير لازم ياخد فكرة كويسة عنك، لأن الانطباع الأول هو اللي بيفرق. وأثناء كلامهم بيدخلوا في حتة ضبابية جدا، وبعد شوية بيشوفوا تماثيل على أشكال تنانين، وبصراحة المكان كله يرعب، وده اللي حس بيه كل اللي كانوا في السفينة. واول ما بيعدوا المنطقه دي بيلاقوا مكان في منتهى الجمال، وبعدها بيروحوا للقصر اللي بيكون فيه الامير وعيلته، واول ما بيوصلوا بيقابلهم رئيس الخدم وبيرحب بيهم وبيقول لهم ان العيله الملكيه بيصلوا لكن كل الاوض بتاعتهم جاهزه. وبعد كده بدا يوجه كلامه لإيلودي، بيقول لها انه اول ما يجي الفجر هيندهها عشان تقابل الامير. وبعد ما بيدخلوا القصر كلهم بيبدوا اعجابهم بالقصر، وفي الوقت ده ابو إيلودي بيبدا يتكلم معاها شويه عشان يخليها تتاقلم على الوضع. ولما بيدخلوا الاوضه بتاعت إيلودي بينبهروا بيها جدا لدرجه ان فلوريا من كتر اعجابها بالاوضه بتفضل تلمس كل حاجه في الاوضه، وبعدها الكل بيخرج من الاوضه وبيسيبوها لوحدها، وهي بتطلع على البلكونه وبتشوف بنت تانية واقفه على البلكونه من الجهه التانية في القصر. ولما بيجي الليل بتلاحظ إيلودي ان في نار ولعت في الجبل. بعدها فلوريا بتروح لاختها بتقول لها انها مش عارفه تنام وبتخليها تنام معاها في الاوضه، وبيفضلوا يتكلموا شويه. وبنعرف ان إيلودي امها ميته واللي عايشه معاهم هي مرات ابوها، وان العلاقه بينهم مش احسن حاجه. في تاني يوم بتروح إيلودي تقابل الملكه والامير والملك، والملكه بتفضل تسالها شويه اسئله زي ايه هي نقطه قوتك، فبترد عليها وبتقول لها انها صريحه. ساعتها الملكه بتقول لها ان في بعض الناس بيعتبروا الصراحه نقطه ضعف، وبعدها بيبداوا يتعرفوا على بعض، والامير بيكون اسمه هنري. وبعد كده الملكه بتكلم ابو إيلودي بتقول له انهم لازم يتكلموا على انفراد عشان يتفقوا على امور الزواج، والامير هنري بياخد إيلودي وبيطلعوا يتكلموا شويه بحيث انهم يتعرفوا على بعض. واثناء كلامهم بتساله لو الحراس دول دايما بيفضلوا معاك على طول، وبتقوله انها شافت اسطبل احصنه ما كانش عليهم اي حراسه، ايه رايك ناخد لفه؟ وبيوافقها الراي، وبالفعل بيطلعوا مع بعض، وبيبان الامير هنري بيكون بدا يعجب بيها. من الناحيه التانية في القصر بيكون ابو إيلودي خلص الاتفاق على الجواز، ولما بيطلع من الاوضه بيبان عليه ان في حاجه حصلت جوه. ولما مراته بتساله لو اتفق على كميه ذهب فبيرد عليها اكتر من الكميه اللي كان متوقعها، لكن شكله بيقول ان في حاجه حصلت مش عاجباه وان الذهب مش فارق معاه خالص. ولما مراته بتلاحق عليه عشان تعرف اللي حصل بيتعصب عليها وهي بتستغرب من التصرف ده. ولما بنرجع لهنري وإيلودي بياخدها على قمه تله وبيوريها منظر من المناظر الرائعه. لما بتساله على النار اللي ولعت في الجبل بيقول لها ان دي طقوس بيعملوها قبل الجواز، لكن بيكون باين على وشه انه بيكذب. ولما بيرفورد اللي هي مرات ابوها بتروح للملكه عشان تتعرف عليها لانهم خلاص هيكونوا عيله واحده، بس الملكه بتسالها على ابوها واللي كان شغال صانع حبال، وبعدها بتهزقها وبتقلل من كرامتها وتقول لها حاولي ما تنسيش اصلك، انا من نسل امراء وانت من العوام. وده اللي بيخلي بيرفورد تتضايق من كلامها، وبعد كده بتاخد بعضها وبتروح لإيلودي وبتقول لها انها لازم ما تكملش الجوازه دي، وده بيكون عكس كلامها امبارح. وده برضو اللي بيخلي إيلودي تحس ان مرات ابوها مش بتحب لها الخير، لحد ما ابوها بيجي وبيقطع كلامهم. وبيرفورد قبل ما بتطلع من الاوضه تقول لها فكري في اللي قلت لك عليه، تقول له جوزها اتمنى تكون عارف اللي بتعمله. وفي تاني يوم بيتم الجوازه وبتسلم على ابوها واختها ومرات ابوها، وبياخدها هنري وبيمشي. ولما بتساله هم رايحين على فين بيقول لها فاكره الطقوس اللي سالتيني عليها امبارح؟ احنا رايحين لنفس المكان. ولما بتوصل المكان بيكون مرعب وكل الموجودين بيكونوا لابسين اقنعه غريبه ومخيفه، وبتاخدهم الملكه عشان يكملوا المراسم بتاعتهم، وبتجرح ابنها وبتجرح إيلودي وتخليهم يمسكوا بعض عشان دمهم يختلط، وبكده تكون من العائله الملكيه. ساعتها بيعرض هنري على إيلودي انه يشيلها، لما بتقوله لا بيشيلها برضه وهو ماشي على الجسر، وبيقول لها انا اسف
وبيرميها من فوق، ولما بتنزل من فوق بتفضل تنادي على أي حد عشان يساعدها لكن من غير أي فايدة، وده اللي بيخليها تتعصب وتكسر السلسلة الذهب اللي كانت على رقبتها، وبتلاحظ إن في سلسلة تانية مش بتاعتها، وساعتها بتعرف إن السلسلة دي بتاعت البنت اللي شافتها امبارح. ولما بتبدأ تتحرك في المكان عشان تشوف مخرج بتلاقي طائر صغير بيولع، ولما بتطفيه بتلاقي عدد كبير من الطيور الصغيرة اللي بتولع، وبعدها بتسمع صوت مرعب بيكون صوته التنين اللي شفناه في أول الفيلم، وبيكون بيعرف يتكلم اللغة البشرية عادي، وبيسألها على اسمها وبترد عليه وبتقول له إليودي، وبعدها بتسأله إيه عايز مني إيه، بيقول لها الوعد اللي وعدته، وبيبدأ يطاردها، وبتفضل تهرب من التنين فترة كبيرة وبتتصاب بحرق قوي في رجليها لحد ما بتقدر تستخبى منه، وبترجع تدور على مخرج من أول وجديد، وبتوصل ليرقات غريبة بتنور، فأخدت مجموعة منهم وحطتهم في جزء من هدومها عشان تقدر تشوف في الضلمة، ولما التنين بيعرف مكانها بيطاردها تاني لحد ما بتدخل مكان بتلاقي فيه أسماء كل البنات اللي ماتت، ومن كتر التعب بتنام شوية وبيتهيأ لها كل البنات اللي ماتوا قاعدين قدامها. بنرجع فلاش باك تاني للملك لما دخل الكهف، وأتاري كان فيه 3 بيضات كان فيهم تنانين صغيرة، لكن الملك أمر الجنود بتوعه إنهم يقتلوا التنانين دي. ساعتها جت أمهم التنين الكبير وقتلتهم، وبتصحى على ألم من اليرقات اللي كانت واقفة على الحرق بتاعها، لكنها بتكتشف إن اليرقات دي عندها قدرة على الشفاء. وبعد كده بتبدأ إلودي إنها تتحرك لأنها لقت خريطة للمكان، وبتحفظ الخريطة دي كويس عشان تقدر تتحرك بسرعة، وبتفضل ماشية في طريقها لحد ما بتوصل للممر الكريستالي اللي كان في الخريطة، وبتتسلق الممر ده، لكن التنين بيعرف مكانها وده اللي بيخليها ترتبك، والكريستالة اللي كانت ماسكة فيها بتتكسر، والتنين بيفتح بقه عشان يبلعها مرة واحدة، لكنها بتلحق نفسها في آخر لحظة وبترجع تتسلق الممر تاني. ولما بتشوف نور الشمس بتجري عشان تطلع، بتلاقي نفسها في نقطة عالية من الجبل، ولما بتلاقي ناس تحت تفضل تنادي عليهم، لكن التنين بيكون برضه عارف مكانها وخلاص هيخلص عليها بالنار بتاعته، وبيقطعوا صوت ناس دخلوا الكهف بتاع التنين، وبيكون كام راجل ومعاهم ابو إلودي. ولما بترجع لابوها وهي في الطريق بتشوف البيض المكسر، وبنرجع فلاش باك لما الملك اللي دخل الكهف اتاري كان في 3 بيضات كان فيهم تنانين صغيره، لكن الملك امر الجنود بتوعه انهم يقتلوا التنانين دي زي ما قلنا في الاول. ساعتها جت امهم التنين الكبير وقتلتهم، وساعتها إلودي بتفهم القصة كلها، إنه الملك ده عمل عهد مع التنين إن كل جيل هيقدم له 3 بنات من بناته، وده اللي خلى الملكة قبل ما يرموا إلودي في الحفرة تجرح ابنها وإلودي عشان التنين يشم ريحة دم أحفاد الملك وساعتها تفتكرها من نسلهم. في نفس الوقت ده بيكون أبو إلودي والرجالة اللي في الكهف بينادوا عليها، وده اللي بيخلي التنين يعرف مكانهم بسهولة ويخلص عليهم، ومش بيتبقى غير 2، أبو إلودي وواحد. والتنين قدر يمسك ابو إلودي وساله ايه اللي دخلك الكهف ده، فقال له عشان اخد بنتي. ولما التنين بيعرف ان إلودي بنته وبيفضل يعذب فيها عشان يستدعيها، وهي بتكون واقفه وشايفه كل اللي بيحصل، ولما بتطلع صوت بسيط بيمشي ورا الصوت وبيكون بينه وبينها مسافه صغيره خالص. والراجل التاني اللي لسه ما ماتش وهو بيطلع من الكهف عمل صوت، وده اللي جذب انتباه التنين ليه. ولما التنين راح له، إلودي راحت لابوها اللي كان خلاص بيموت، وقال لها انه كان عارف وكان فاكر نفسه هيقدر ياخد الذهب ويمشي، لكن ما قدرش، وطلب منها انها تسامحه ومات. وبالفعل إلودي اخدت بعضها جري ورا الكهف، وخدت حصان من اللي كانوا واقفين بره الكهف وجريت بيه، لكن التنين كان وراها، وهي عملت حركه ذكيه انها نزلت من على الحصان وهو بيجري واستخبت تحت صخره، ده اللي خلى التنين يجري ورا الحصان ويولع فيه من غير ما يعرف انها كانت عليه ولا لا. وبعد كده التنين بيبدا يولع في كل حته من حواليه، ولما الملكه بتشوف اللي بيحصل بتروح عشان تاخد اخت إلودي وترميها للتنين، وبتروح هناك عند التنين، ولما بتطلب من هنري انه يحط دمه معاها مش بيرضى، وبيقول لها انها طفله، لكنها بتقول له انت ملك ضعيف، وبتجرح نفسها وبتجرح فلوريا، وبعد كده بترميها في الحفره. ولما بنرجع لإلودي بتكون نايمه تحت صخره عشان تستخبى من التنين، واول ما بتصحى بتلاقي مرات ابوها جايه، واول ما بتشوفها بتقول لها عن اللي حصل، وساعتها إلودي بتقرر انها تروح عشان تنقذ اختها، لكن المره دي بتكون مختلفه عن المره اللي قبلها، لانها دلوقتي عارفه الكهف كويس وهتقدر تساعد اختها. في الناحيه التانيه التنين لما بيعرف ان دي اخت إلودي بياخد اختها، وبيكون عارف ان إلودي هتيجي عشان تنقذها، وبالفعل إلودي بتروح عشان تنقذها، لكن المره دي عندها خطه، بتعمل إلهاء للتنين، وأول ما بتبعد عن أختها بتفوقها وبيبدأوا يتحركوا، لكن فلوريا رجلها بتكون اتأذت لما رماها في الحفرة. لما التنين بيوصل للمكان اللي إلودي كانت عاملة فيه الإلهاء بتعرف إن إلودي أخدت أختها وهربت، ولما بترجع بتفضل تدور عليهم، وأول ما التنين بيلاقي فلوريا بتكون إلودي جاهزة بالسيف، ولما إلودي بتقول لها إنها مش من نسل الملك اللي قتل لها عيالها بتقول لها إنها شم ريحة دم منها، ولكن إلودي ما خدتش بالها إنها على حرف حتة عالية وبتقع. بينزل التنين وراها وبتقول لها إنها بتعمل كده عشان اللي عمله الملك في عيالها. في نفس الوقت ده إلودي بتلاحظ إن في حتة بتعكس الهواء، جاتها فكرة إنها تستفزها عشان تطلع نارها، وأول ما بتعمل كده تبعد من وشها. ساعتها النار بترجع تاكل في التنين نفسه، تبدا إلودي تفهم التنين ان الملكه كانت بتضحك عليها، وبتاخد اليرقات اللي بتعالج الحروق وبتحطها عليها. ومن الناحيه التانيه بيكون الملكه وهنري بيجهزوا لضحيه تانيه، لكن بيحصل حاجه مش متوقعينها، ان إلودي بتحذر البنت وبتقول لها اهربي بسرعه، بتخلي اي حد تاني عايز يهرب زي الخدم وغيرهم، وده اللي بيخلي الملكه تقول لها ايه اللي يخليها نخاف منك، انك عرفت تهربي من التنين. فردت عليها إلودي
وقالت لها مش لازم تخافوا مني، خافوا منها هي. والتنين بيجي وبيولع في المكان كله، وبعد ما كل حاجه بتخلص قالوا دي بتخلي مرات ابوها هي اللي تحكم البلاد مش هي، وبالنسبه لها هي اخدت سفينه وبدات رحلتها في استكشاف اماكن تانية. وبس كده بنكون خلصنا الفيلم. اتمنى انه يكون عجبكم.